أكتر آية بسمعها من الناس اللي عايزة تسكر المشروبات بتاعتها هي الآية دي، إن ربنا جعل فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تعالى نستخدم جزئين الآية. الجزء الأولاني إن الشراب ده ليه مواصفات، يعني مش أي نوع نقدر نستخدمه ونقول إن فيه شفاء للناس، ده ليه مواصفات اتذكرت في القرآن عشان ما يرفعلكش سكر الدم وتقدر تستفيد بيه. واكتر حد يستفيد بيه مريض نقص المناعة، الشخص اللي عنده سوء تغذية، لكن ما ينفعش على الفطار تشرب مشروبات كلها سكر وكمان تاكل طبق مليان اكل وتحلي بحلويات وتقولي انا عندي نقص مناعة فهاخد معلقة منه على الريق. يا ترى عرفتوا حل الفزورة اللي جه في الآية القرآنية الكريمة؟ اكتب لي الحل في التعليقات، واكتر حد هيجاوب على اكبر عدد من الحلقات هيكون هو الفايز معانا بعد العيد. رمضان كريم.